ويروح لغرفة ليلي، يخبط على الباب بلطف ويقول لها: ليلي، افتحي الباب لو سمحتي. ليلي تفتح وهي مكشرة وزعلانة، وسيف يقول لها: أنا آسف، أنا اللي كسرت الفازة، ما كنتش عايز ماما تزعل مني، بس غلطت لما قلت إنك انتي السبب، سامحيني. ليلي تبصله، وبعد لحظة تهز راسها وتبتسم ابتسامة صغيرة وتقول له: خلاص، أنا مسامحاك، بس ما تعملهاش تاني. وتقول ماما لسيف: يا سيف، أنا فرحانة إنك اعترفت، الصدق شجاعة، بس لازم تصلح غلطك. تيجي نلم مع بعض الكسر ونرتب المكان؟ سيف يهز راسه بالموافقة ويبدأ ينظف، والعيلة كلها تتعاون في التنظيف وتصليح الفازة. وبعد كده تقعد العيلة في الصالون ويتكلموا عن الدرس اللي اتعلمه سيف، وهو إن الكذب بيعمل مشاكل وبيظلم ناس، وإن الصدق مهما كان صعب هو اللي بيصلح كل حاجة وبيخلي القلوب دايما مرتاحة وسعيدة.